السلام عليكم. شحال من مره كنصاوبوا الحلوى خصوصا في الاعياد، وكيبقى لنا الصفر ديال البيض ما كنعرفوا ما نديروا به. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم هذه الحلوى هذه اللي معروفه بالصفر ديال البيض، حلوى ديال الصفر ديال البيض. وغادي نصاوبوها، هي كتجي لذيذه بزاف وسهله، كتكون مفنده في هذاك بسكوي داك باستا ولا كيكس، كل واحد شنو كيقول له. كتجي لذيذه جدا وسهله ان شاء الله. المقادير غنحتاجوا 6 ديال الصفر ديال البيض، 4 ديال المثلثات ديال الجبن، قشره ديال البرتقال، ملحه، سكر، زيت، الزبده حتى هي كانت بقات لي غادي نستعملوها، والخميره ديال الحلوى والطحين طبعا باش غادي نجمعوها. كنبداو بالجبن والبيض والمليحه والسكر والقشره ديال البرتقال، كنخلطوهم مع بعضياتهم معلقه ولا بخلاط كهربائي، ولا ممكن نستعملوا اليد حتى كينسجموا مع بعضياتهم. نبقاو نمعسوا هذاك الجبن بالملعقه. من موراها كنزيدوا الزبده، 2 معالق ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت، وكنستمروا في الخلط حتى ينسجم كلشي مع بعضياته. في هذه المرحله كنزيدوا الطحين والخميره الحلوه. بالنسبه للقياس ديال الطحين هي ومهزت، المهم يكون عندنا واحد العجين متجانس ويرطب، ما تكونش قاصحه، تكون يعني رطبه ولكن مجموعه. كنديروا بها كويرات، نديروها في واحد الطبسيل ديال الفران مرشوش بالطحين. وفي هذا الاثناء كنوجدوا حنايا البسكوي، كندخلوا الحلوى الطيب وكنوجدوا البسكوي. البسكوي كنطحنوه حتى كيعطينا واحد الخليط بحال هكا رقيق. ملي كطيب الحلوى كنخرجوها من الفران، هذا هو الشكل ديالها تبارك الله، كتحل وتكون طيبه مزيان محمره. غناخذوا الشكلاطه ديالنا يكون نوعيه ممتازه، شوكولاته سوداء ولا شوكولاته بالحليب، يعني على حسب اللي بغينا. كنديروا في واحد الزلافه، كنديروا شويه ديال الزيت، كنزيدوا عليها قطع ديال الشوكولاته ونديروها في حمام مريم. مهم اننا نديروا الماء لتحت ونقصوا البوطه، وما يقيسش القعر ديال داك الاناء ديال الشكلاط، ما يقيسش الماء، غير بالبخار فقط يذوب لنا هذاك الشكلاط. وكنحضروا داكشي ديالنا كامل، الحلوى ديالنا ها هي، الشكلاط، البسكوي، باش نبداو نغطسوها في الشكلاط. ندوزو الفينيسيون ان شاء الله. كناخذوا واحد الحليوه وردوا البال معها، كتكون هشيشه، كتجي كتذوب في الفم. كنغطسوها في الشكلاط طبعا، يكون دايب مزيان متجانس. ومن موراها كندوزوها في هذاك الحلوى البسكوي. كيكس بالشمال كيقولوا له كيكس، وكاين اللي كيقول له باستا. اي نوع ممكن نديروه، اي نوع ديال هاد البسكوي ممكن نديروه، ممكن بالشكلاط، ممكن بجوز الهند، ممكن بالفاني. هو كيعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الحلوى هادي. كنحطوها في واحد الكاغيط، ورق الزبده، وكنخليوها حتى تبرد، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي لذيذه بزاف، الوليدات الصغار كيحماقوا عليها وحتى الكبار. كتجي رائعه جدا وكما شفتوا سهله. وكنصاوبها غير بالبقايا، هذه اخر حلوى انا كنصاوبها في العيد، لان داكشي اللي بقى كامل، داك الزيت اللي شاط والزبده اللي شاطت والشكلاط اللي شاط والصفر ديال البيض كيبقى صافي، كنجمعهم كلهم في هذه الحلوى هذه. ولكن كتجي لذيذه بزاف، من اروع ما يكون، وبالصحه والراحه، وما تنساوش تجربوها. ان شاء الله المناسبات جايين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.